ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده النهارده اقول لكم عاملين بقى عصير. النهارده ايه بقى؟ عصير برتقال بالجزر. بس هم هنا عندي ما بيحبوش الجزر، بس انا لازم ازق لهم الجزر في العصير ده. الجزر مفيد جدا. فهعملوا بقى كده عصير برتقال. العصير ده على فكره ينفع في السحور، بيرطب على القلب، حلو قوي. ينفع في الفطار وينفع في اي وقت كمان، حتى بغض النظر يعني عن ان هو في رمضان. ينفع في اي وقت. لو انت بقى اولادك ما بيحبوش الجزر او البرتقال والحاجات دي كده، تقدر تزق لهم الحاجات دي كده بقى في عصير. انا بصراحه كان عندي البرتقال ده كان بايت بقى له كذا يوم، حسيت ان هو خلاص بقى بدا يطرى ويدبل كده، فقلت لا خلاص يعني هرميه حرام. النهارده نعمل لهم عصير ونحط لهم على الفطار. يلا بينا. بصوا انا بقى بصراحه كان عندي 3 4 برتقانات كده كبار، كانوا غضبانين عليهم مش عايزين يتاكلوا، فقلت خلاص بقى ايه اقشريهم كده. اخدتهم كده وقشرتهم. وكان عندي هنا جزرتين كده كبار في قلب درج التلاجة. خدتهم سلقتهم بميه خالص، ما فيش فيها اي حاجه خالص، بس هي مسلوقه يعني مهريها. يعني سلقتها بميه من غير ما احط عليها اي حاجه خالص. تمام. نجيب هنا كده بقى الخلاط. هنزل كده بالجزر كده الاول، بعد ما سلقناه كويس. بعد كده هنزل كده بالبرتقال اهو. وهنزل كده بشويه ميه كده صغيرين مش كتير. وتقدري بقى تحليه بسكر لو عندك عسل متوفر ماشي، ما كانش خلاص. انا ما عنديش عسل بس هحط سكر. السكر بقى ده حسب الرغبه بتاعتك. اهو هضرب بقى. وخلاص هو ضربته ضربا مبرحا. تعالوا بقى نصفيه. بصي هنا جبت هنا كده بقى المصفى الصغيره بتاعت اليانسون ديت، عشان المصفى ما تقعش منك. حطي هنا كده معلقه وهي مش تقع منك. طبعا هم هنا في البيت مش عارفين انا حاطه لهم جزر، فكل اللي يخش المطبخ اقول لهم اطلعوا بره عشان ما يشوفوش. هو ما مشيش معاهم الا كده صدقوني، يعني الصراحه ما تمشيش معاهم، فكده احسن بقى. بصي انا خلاص بقى كنت ضربت كده العصير بقى وصفيته. بص بقى لون الجزر عامل فيه ازاي، تحفه. بصي هنا بقى التاني ده من غير جزر، لونه عامل ازاي. بص بقى الفرق بين ده وده. طبعا ده قيمته الغذائيه اعلى بكتير. هو برضو البرتقال حلو مش وحش، بس لما تحط له برضو جزر بيعطي طعم ولون حلو قوي. وغير كده وكده بقى القيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا. طبعا بقى دلوقتي اروح اسقعه بقى عشان خاطر ايه يلحق يخلص معانا على الفطار. واشوف وشكم على خير. باي باي.